عم نشوف اللقطة. هي الحالة بدقيقة 88. هلا الحالة بدأت من كرة داخل منطقة الجزاء. بنلاحظ هلا هون عم لاحظ احتكاك طبيعي، لا يوجد أي مخالفة، يعني هنا اللاعب سقط وبالتالي الكرة خرجت إلى ركلة مرمى. هنا أحمد الصالح باعتقاده أنه هون الحكم أغفل المخالفة له، لكن مثل ما حكينا حتى هذا السبب ما بيبرر للحكم قيامه بهذا الموضوع. هنا الحكم أشهر مباشرة البطاقة الحمراء، ما أعطى بطاقة صفراء ثانية، وبالتالي يعتبر هذا سلوك مشين. ممكن يكون تلفظ بألفاظ نابية تجاه الحكم لسه. طبعا هذا الشيء كله حدث بعد أخذ القرار ركل الحكم الطرد. طبعا هذا كمان بزيد من سوء المشهد للأسف تجاه لاعب بحجم أحمد الصالح، لاعب منتخب سوريا، كان قائد منتخب سوريا. فباعتقادي هذا المشهد ما بنتمنى نشوفه بملاعبنا. تصرف غير لائق من هيك لاعب تجاه الحكم. وبالنهايه باعتقادي قبل ما ناخذ شو القرار، شو جورج؟ لازم اشد عقوبه. انا رايي حرمان مدى الحياه. وليد؟ أنا بقول يعني هاي حالة غريبة بفريق الجيش، يعني دائما فريق الجيش بيتمتع. ما دخل فريق الجيش تماما. نحن عم نحكي عن لاعب، ما عم اطلع خارج الخط. أنا عم يعني على إدارة الجيش تاخذ مو جيش أكبر عقوبة يعني بالنسبة للتصرف. يعني دائما يعني فريق الجيش معودنا على الانضباط الكبير. ان كان يا كابتن في ناس برا عم تحضرنا. انا وقت كنت مسافر كنت احضر المباريات الدوري، في ناس عم تحضرنا يا كابتن برا، في ناس عم تحضرنا. عيب هذا الشيء اللي عم يصير. لسه كل مباراه في خطا، فهمنا هذيك المره خطا على حكم، قلنا حكم اخطا، بس هلا شو ساوى الحكم؟ لك هلا هذا التصرف نحن غير مقبول، لا إلنا ولا لغيرنا. يعني هو تصرف للامانه، تصرف اهوج خليني اقول من ولا هي اصلا ولا هو فاول يعني على احمد الصالح للامانه. يعني انا عم اقول يعني انا مالي ضد العقوبه اللي بده ياخذها اتحاد كره القدم بحق احمد صالح او غيره، لكن انا دائما بقول انه الحاله الانضباطيه بفريق الجيش وباداره فريق الجيش، وانت بتعرف وانا بعرف، انا لعبان انا وياك اكثر من 10 سنوات بفريق الجيش، فنحن بنعرف انه دائما في حاله انضباطيه عاليه جدا من إدارة فريق الجيش. احنا عم نشوف كابتن بعد ما انه حاولنا يعني تهدئته. شوف كابتن صار في تمام هلا ايضا يعني هو تصرف للامانه. يعني اكيد كل التحيه لمدير الفريق كابتن فادي دباس، يعني نزل على الملعب لتهدئه لاعبينه، ولكن ما كان في جدوى من هذا الشيء. والموضوع مخلوف